اتكلمنا في الجزء اللي فات عن حسين الشحات وقلنا ان ده مش اداء جناح النادي الاهلي، ولا هو ولا بيرسي تاو. مش ده الاداء اللي انا منتظره. الاتنين دول بالذات لما خرجوا، كمان معاهم موديست، لما خرجوا من الملعب اتحرك. مش عشان فريق ميدياما خسران، لان في ناس طلعت وقالت مثلا ايه، فريق ميدياما خسران فانت هو فتح الملعب. فريق ميدياما اصلا بطبيعته ملعبه دايما مفتوح على البحري، فريق هو زي ما قلنا. فانت كالنادي الاهلي المفروض ان انت كان من الاول ان انت تنزل لعيبه دمها حامي، لعيبه فايره يعني، في مجهود وفي قوه بدنيه وفي مهاره وفي سرعه وفي ضغط. الكلام ده كله ما كانش بيحصل ولا من بيرسي تاو ولا من حسين الشحات ولا من موديست، مع برضو تجنب حته ان حسين الشحات جاب جون ومن صناعه موديست. هنا الكوره في الناحيه الشمال للنادي الاهلي. لو خدنا بالنا هنا كريم فؤاد بيعمل ضغط على الكوره وبيقطع الكوره، بيسلمها للاعب زميله في نص الملعب. هنا الكوره في نص الملعب مع امام عاشور. امام عاشور بيلعبها لوسام ابو علي، وسام بيروح بيوصل لحد ال 18 وبيشوط، وبرضه معاه كريم فؤاد في منطقه ال 18. انا بكلمك على الكثافه اللي جوه ال 18 اللي ما كانتش متاحه خالص في الشوط الاول. هنا الكوره مع اكرم توفيق، بعد نزوله اكرم راح على قدام خط ال 18، راح ولعب الكوره لكريم فؤاد. كريم فؤاد لعبها بالعرض، نكشها رضا سليم برضه جوه ال 18. كريم فؤاد، رضا سليم، وسام ابو علي، ومن وراهم اكرم، من وراهم الناحيه التانيه امام عاشور. دي كثافه، نكلمك على الكثافه اللي جوه ال 18. برضو الكرة هنا ناحية الشمال للنادي الأهلي، الكرة اتلعبت لإمام عاشور، لعبها تسديدة راحت عالية، وشوف الكثافة اللي جوه ال 18 وثلاث لاعبين من النادي الأهلي وكثافة عالية جدا، ودي المفروض اللي أنت كنت تعملها من أول الماتش. برضو الكرة هنا مع إمام عاشور في الناحية اليمين، إمام راح وزق الكرة ولعب الكرة بالعرض ومسكها حارس المرمى قبل ما توصل لوسام أبو علي. برضو الكرة هنا ناحية الشمال راح هجمة، ورضا سليم خد الكورة وعدى وعمل 1 2 وراح وشاط الكورة، المدافع طلعها طلعت ضربة ركنية. الكلام ده هو اللي خلى الاهلي يظهر في الشوط الثاني افضل. الافضلية دي ظهرت اكتر وبقت بقوة وبشراسة اكتر لما مارسيل كولر اضطر ان هو يغير وينزل رامي ربيعة، وغير بعدها ونزل كريم فؤاد، ونزل وسام ابو علي، ونزل رضا سليم. الناس دي عندها حيويه، عايزه تثبت نفسها. حسين الشحات وبيرسي تاو خدوا مكانهم في النادي الاهلي، حسوا ان المكان ده مكتوب باسمهم. ابتدينا احنا كجمهور نحس ان اللعيبه دي ما بتديناش المجهود البدني والذهني والتركيز في المباراه اللي احنا مستنينه منهم. اتمنى ان هم يقعدوا دكه عشان خاطر يحسوا بقيمه النادي الاهلي. اتمنى اللعيبه التانيه دي تاخد فرصه عشان نحس ان السكواد كله جاهز، يعني انت داخل على معمعة.